السلام عليكم اختي خواتاتي، اموركم مزيان؟ كلشي بخير. اليوم غادي نقدم لكم السلسله نتاع البيض اللي كنت درتها معكم. كل مره كندير لكم حاجه. دابا هاني شديت الزيت، زيت المائده وزيت العود وشويه د الملحه والبصله، قطعتها شرائح طوال رقيقه. هاني حمرتها وهانتوما معايا. هادو هما شرائح الديك الرومي، كنقطعهم صغار وهكا. منين كنبغي ندير البيض كنسم بيهم، كيديروا ريحه داك اللحم المدخن، كتجي زوينه. ها هو ها هو ها هو وهذا. ها هي راه غير مكونجلي، غنقطع طريفات صغار وقطعت جوج مطيشه. يعني غادي نلوحهم هنا دابا، هانتوما معايا. ها هو شرائح الديك الرومي، شرائح الديك الرومي المدخن، كنقطعهم صغار. صافي هما تحلوا وصافي المطيشه، غادي نغطي عليهم هكا. غادي نغطي عليه ديما طابت المطيشه وغادي ندير جوج بيضات. هما غادي ناخد هاد جوج بيضات، غادي نضربهم مع واحد 4 كاس تاع الماء وندير شويه د البزار صافي، وغادي نلوحهم فوق المطيشه وهانتوما معايا. هاني فاش ضربت، هاني زدت شويه د الكزبر وغادي نضربها عاد ونلوحها فوق المطيشه. هي فاش طابت المطيشه راني ضربت البيض، ها هو غادي نديرو فوق من هادي. هكا نجيب الفرماج غادي ندير فوق منه. ها هو الفرماج. دابا في الاول راني قلت لكم جوج بيضات، منين حليتهم لقيت فيهم جوج محوحه، داكشي عطاتني 4. وها هو الفرماج غادي نديرو فوق منها صافي، وغادي نغطي عليها. الفرماج غادي نغطيو عليها ونخليوها طيب، ومن بعد غادي نوريكم الشكل النهائي وبالصحه والراحه. ها هو دابا الشكل النهائي ديال البيض ديالنا بالمطيشه والبصله وشرائح الديك الرومي المدخن. بغيتي تزيدو فوق الكمون زيدو، بغيتو زيت العود. المهم هذا هي الوصفه، وبالصحه والراحه، وجربوها ان شاء الله ما غاديش تندموا عليها. مع السلامه، وما تنساوش ابونيو.